في برضو سؤال بعد اذنك يا هندسه، انا الباسبور بتاعي والبطاقه مندوب مبيعات، بس سبت الشغل وشغال في شركه تانية، في المقابله ممكن لو طلعته مش هيبقى مطابق للاتش ار، بيطلبوه يعني عادي ولا لا؟ طيب انت في الشغل بتاع في الدي اس بيطلب منك كل الاشغال اللي انت كنت شغالها في فتره معينه خلاص، والسكن خلاص. هل بيطلبوا بقى اثبات ان انت اشتغلت في الاماكن دي؟ لا، ما بيطلبوش حاجه، هم بس انت بتكتب الاشغال اللي انت اشتغلتها، لكن هو ما بيطلبش منك ولا اتش ار، ولا بيطلب منك ان انت تجيب له ايه الورق اللي يثبت او شهاده الخبره، او لا اصل انا مش عارف كنت شغال في كذا، لا اثبت لنا، لا ما فيش، هم ما بيطلبش منك حاجه زي كده. انت بس بتملى البيانات بتاعتك، يعني بنسبه كبيره تكون متاكد. مش شرط ان انت مظبوطه بباسبور ولا مظبوطه ان انت دلوقتي، لان هم عارفين في ناس بتبقى الباسبورات بتاعتها مكتوبه بشغلانات وهم ما اشتغلوهاش، او دي مثلا الدراسه بتاعته او وات ايفر يعني. بس فانت مش معنى ان انت اشتغلت في شغلانه فلازم يبقى معاك اثبات ان انت اشتغلتها، لا، دخل بس البيانات وتاكد ان بياناتك مظبوطه وبس كده، لكن ما فيش قلق من ان انت الحاجه مش مكتوبه في الباسبور او حاجه يعني.